مشاهدينا على شاشة قناة تانية، صباح الخير وأهلا بحضراتكم حلقة جديدة وبرنامج البداية. النهاردة عندنا موضوعين هنتكلم عنهم. عندنا تقرير عن المسابقة اللي أقامتها وزارة الشباب والرياضة في مركز شباب الجزيرة، وكانت مسابقة في رياضة كرة القدم، وعندنا لقاء مع الفريق الفايز. كمان عندنا الفقرة الثانية هيكون مجموعة من طلبة كلية صيدلة جامعة عين شمس، والحقيقة ان هم مشاركين في واحد من الأنشطة المهمة جدا اللي بتخدم أو بتساعد الطالب انه يبقى قادر أكتر على انه يتفاعل مع سوق العمل. مجموعة اسمها سكوبس هتكون معانا النهاردة في حلقتنا، وبنتكلم عن الفايدة اللي ممكن انها بتوصلها لطلبة كلية صيدلة كلهم في مختلف الجامعات. هنتكلم بالتفصيل اكتر. تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي التقرير اللي عملناه مع الفريق الفايز في المسابقة اللي اقامتها وزارة الشباب والرياضة على ارض مركز شباب الجزيرة في كرة القدم. نشوف مع بعض. دايما بنتكلم عن أهمية النشاط الطلابي بالنسبة لطلبة الجامعة، ودايما بنقول إنه في حالة من الحماس يمكن أكتر من أي وقت عند طلبة الجامعة في مختلف الأنشطة. يعني كل حلقة حقيقة بيبقى عندي شباب متميز جدا وعندهم تطلع كده لمستقبل أجمل، وبيبقوا مهتمين قوي بالنشاط الطلابي اللي بيقوموا بيه. يمكن ده مختلف عن سنين فاتت ما كناش بنشوف نفس هذا الحماس للنشاط الطلابي. هنتكلم اكتر عن النشاط اللي بيقوموا بيه طلبة كلية صيدلة جامعة عين شمس، خصوصا مجموعة اسمها سكوبس. هنتعرف عليهم اكتر، ومعايا منهم النهارده مريم اسامه طالبه سنه 5 صيدله عين شمس. اهلا بيك يا مريم. اهلا بحضرتك. ومنى الله احمد برضو طالبه سنه 5 صيدله عين شمس. اهلا وسهلا يا منى. اهلا بحضرتك. وعمار ايهاب طالب سنه 5 صيدله عين شمس. انتوا كلكم عين شمس، كلكم صيدله عين شمس. أيوة. تمام. مريم، اولا انا عايزه اعرف لما يعني تعريف كلمة سكوبس، ايه هو سكوبس او فريق سكوبس؟ هو سكوبس اختصار لاسم النشاط Student Conference of Pharmaceutical Studies او المؤتمر الطلابي للدراسات الصيدلية. لان هو عبارة عن نشاط طلابي من الطلبة للطلبة. يعني ممكن نستعين بدكاترة في بعض الحاجات، بس الاساس القائمين على الموضوع كلهم طلبة. كلهم طلبة. طلبة بيساعدوا طلبة في ايه بقى؟ في انهم يعملوا ايه؟ في ان هم يعرفوا هم عايزين يعملوا ايه لما يخلصوا صيدله. خلاص احنا دلوقتي بنتعلم حاجات كتيره جدا في الكليه. طيب لما نتخرج بقى انا عايزه اشتغل ايه؟ طب يمكن المجال اللي انا مفكر انه هيعجبني، طب ما يمكن هو ينفع انا عايزه اشتغل ايه غير صيدله ولا لا جوه صيدله. جوه صيدله في مجالات كتيره جدا للشغل. اوكي. زي مثلا الصيدله المجتمعيه دي اللي هي نقف في صيدليه عادي. في الصيدله الاكلينيكيه في شركات الادويه في التسويق او في الدعايه، او في كمان حاجه جوه المعامل بتاعت شركات الادويه مثلا اللي هو التصنيع الدوائي. وفي كمان الصيادله اللي بيشتغلوا مثلا مش شرط في شركه ادويه، ممكن شركه اغذيه، شركه مشروبات، بيشتغلوا في التحليل والسموم. دي مجالات مختلفه للطالب اللي بيدرس صيدله. انتوا بتدرسوا كل ده بالظبط، وبعد كده المفروض انه بيختار هو بعد كده عايز يشتغل في انه مجال. بالظبط. صح؟ تمام. طيب انتوا كل واحد فيكم ليه دور في المجموعه دي، صح؟ ايوه. منى، انت بتعملي ايه بالظبط؟ يعني انت دورك ايه في مجموعه سكوبس؟ انا من اللجنه اللي هي المشرفه. يعني بيبقى معايا التيم بتاعي، مريم من التيم بتاعي، بنبدا اللي احنا نختار يعني ورشه عمل من الورش عمل الموجوده. فاحنا ورشه العمل عندنا اللي هي التصنيع الدوائي يعني اللي هي البايوتكنولوجيا اللي هي التكنولوجيا الحيويه. تمام.
نبدا اللي احنا الاول بنبقى عايزين مثلا نشوف مين الطلاب اللي عايزين يقدموا في ورشه العمل دي. نبدا ان احنا نحط خطه يعني زمنيه، احنا عايزين مثلا نراقب مثلا يعني هنمشي بقى خطوات التصنيع الدوائي من اول ما بقى ما الدواء عندنا بيبقى ماده فعاله ازاي ان هو بيخرج للسوق. نبدا بقى ان احنا نحضر يعني محتوى علمي، وبنبدا اللي احنا بقى كمان بنختار الطلاب اللي هم مثلا بيختاروا ورشه العمل دي، او اللي هم مثلا عايزين بعد كده. واي حد ممكن يدخل في اي ورشه عمل ولا بيبقى فيه مواصفات؟ يعني اي حد ممكن ان هو اي طالب مثلا في كليه صيدله بقى اذا كان حكوميه او خاصه بيبدا ان هو بقى بيبقى قدامه 6 ورش العمل. بيبدا ان هو بقى عايز مثلا ايه، يعني لو هو مثلا حابب ان هو مثلا شغل المصانع يجرب هنا او يجرب هنا، يجرب هنا او يجرب هنا. فهو مثلا اختار مثلا الورشه بتاعتنا اللي هي ورشه تصنيع الدواء. نبدا ان احنا نعمل معاه مقابله ونعرف هو بس يعني هو عايز ايه، او يعني ايه هو يعني اللي عايز ينفذه. ليه اختار ورشه التصنيع الدوائي. ونبدا بعد كده بقى ان احنا بنقبل عدد معين من الطلاب، نبدا ان احنا بقى بنديهم بقى المحتوى العلمي ده على بقى يعني زي سيشنز كده بتبقى يعني كل يوم جمعه. تمام. عمار، انت مشارك في الورشه، يعني هم دول منظمين صح؟ فهمت صح؟ وانت واحد من المشاركين في الورشه، في الورك شوب. ليه اخترت الورك شوب دي او الورشه دي؟ تمام. دلوقتي انا اصلا يعني ديت بالنسبه لي رابع سنه في سكوبس، فانا كنت ماشيه اللي هو ايه بجرب كل حاجه. كنت الاول مثلا كنت في الاول موارد بشريه، بعد كده دخلت مثلا ورشه عمل اللي هي بتاعه الكلينيكال، زي مريم قالت في 57 وكده بياخدوا الكلينيكال، الصيدله الكلينيكال وكده. وبعد كده دخلت اللي هو ماركتنج اللي هي التسويق وهكذا. وبعد كده نهيتها بقى خلاص باخر سنه ليا في الكليه باللي هي اسمه تصنيع الدوائي اسمه ده البايوتكنولوجي. فبالنسبه لي انا كنت عايز ان انا اتعلم الحاجات اللي بتكون اصلا في الورك شوب ديت او في ورشه العمل ديت، من ضمنها ايه مثلا ان الواحد مثلا ازاي يعمل ريسيرش او بحث علمي، ازاي يعمل مثلا ريفيو ارتكل اللي هو برده مقال علمي. الحاجات ديت احنا بناخدها بالاول نظري، تمام. هما برده بيدوها لنا وكده، وبيجيبوا مثلا كمان دكاتره يدوها لنا، بيكونوا دكاتره من على المستوى، من ضمنهم دكاتره عين شمس. بعد ما ناخد النظري نبدا بقى ان احنا اسمه ده نشتغل عملي بقى بالظبط. فانا مثلا عملي بقى في معامل وفي حاجات هو كده. في حاجات بتكون معامل، بس في البحث العلمي وحاجات زي كده مثلا، او في المقال العلمي بالذات احنا اسمه ده احنا كالفريق بتاعنا مثلا كل ورك شوب بتكون متقسمه كذا فريق برضه اسمه ده تحت اشرافهم. بيكون في مثلا اللي هو القائد او الليدر، بعد كده تحتيه برضه تو كو ليدرز مثلا او 2 اسمه ده مساعدين اسمه ده القائد دوت، وتحتيهم مثلا 25 عضو. فاسمه ده الناس ديت اللي هم ال3 دولت مثلا اللي ماسكين اصلا التيم دوت، يروحوا يا جماعه احنا عايزين مثلا التاسك المعين او المهمه المعينه ان احنا نجيب معلومات عامه عن الموضوع اللي احنا عايزين نعمل عليه المقال العلمي دوت. تمام. بعدها بنبدا بقى نجمع اسمه الحاجات ديت، وبعد كده بنبدا ان احنا خلاص نسلمه. وفي الاخر خالص في اخر اللي اسمه ده ورشه عمل بنعمل مسابقه بين كل الفرق. دوت بيدي الناس حماس على الاقل، كمان بيخلي الناس اللي هم بيكونوا لا احنا حابين فعلا الموضوع دوت وعايزين نشتغل جامد. فطبعا ده بيخليك تعرف انت متميز في انه مجال بالظبط. يعني انت دخلت معظم الورش تقريبا او معظم المجالات عشان تعرف انت متميز في انه مجال بالزبط. صح كده؟ المجالات انت قلتي لي في 6 مجالات. مظبوط. ايه هم بقى اول حاجه الصيدله المجتمعيه او كوميونتي فارماسي، تاني حاجه هي الصيدله الاكلينيكيه، ثالث حاجه الصيدله الاكلينيكيه اللي هي ايه؟ يعني المجتمعيه دي اللي هي حد بيتعامل مع المجتمع، يعني الصيدليات اللي بنشوفها سواء صيدليه فرديه او سلسله. الصيدله الاكلينيكيه ده صيدلي بيشتغل جوه المستشفى يدا بيد مع الدكتور، بيكونوا بيحتاجوها اكتر في المستشفيات اللي ليها علاقه بتخصص السرطان مثلا، علشان تظبيط الجرعات وكده. في الصيادله اللي بيشتغلوا في التسويق الدوائي، علشان خاطر شركات الادويه بتحتاج انه الصيدلي يبقى فاهم الدواء علشان يعرف يسوق صح للمنتج ده او الدواء ده. في الدعايه، المندوبين اللي هم يبقوا من شركات الادويه بيلفوا على الدكاتره والصيادله يعرفوهم اكتر ايه ده الدواء ده في التسويق.
بعد كده في الصيادله اللي بيشتغلوا في معامل التحاليل، سواء معامل تحاليل الادويه او الاغذيه او معامل التحاليل العاديه اللي بنحلل فيها اي حاجه، دول برضو بيكونوا صيادله. فعندنا الورشه اللي بيشتغلوا فيها الكلام ده ورشه التحاليل الصيدليه والسموم. وفي عندنا الورشه بتاعه اللي احنا فيها بقى اللي هي تصنيع الدوائي، دي متعلقه اكتر بشغل المصانع والبايوتكنولوجي او تكنولوجيا الحيويه. بنتعلم فيها اكتر عن المجالات الجديده في البحث بخصوص التكنولوجيا الحيويه واستخداماتها في العلاج. يعني انتوا يا مريم بتعملوا او يعني في سكوبس عندكم ورش لكل المجالات دي؟ كل حاجه من دول كل مجال ليه ورشه. احنا 6 ورش. انتوا 6 ورش. المفروض انت مسؤوله عن ورشه منهم، ورشه من ال6 ورش دي اللي هي تصنيع الدواء. مظبوط. طيب قولي لي انتوا بتتعاملوا مع مين عشان تعرفوا تعملوا الورشه دي؟ يعني هل انتوا محتاجين دكاتره يكونوا معاكم؟ هل انتوا محتاجين معامل تكون معاكم؟ يعني عايزه اعرف انتوا بتتعاملوا مع مين وازاي بتجهزوا للورشه. في الورش دي كلها هي الجناح الاكاديمي لسكوبس، بس في جناح تنظيمي بيتعلق بقى بكل الحاجات التنظيميه والحاجات اللي احنا محتاجينها من ماتيريالز او معامل او كده. دول بيتعاملوا بشكل مباشر مع الدكاتره عندنا في الجامعه. في دكتور عبد الناصر سنجاب، هو دلوقتي مساعد رئيس جامعه عين شمس، وكان العميد السابق لكليه صيدله جامعه عين شمس. والعميد عندنا دلوقتي دكتوره مها فاروق برضو بتساعدنا، ودكتور احمد عصام هو زي المشرف الاكاديمي علينا، وهو بيساعدنا في اي حاجه بنحتاجها برضو. يعني انتوا بتبقى الدكاتره بيساعدوكم في ايه؟ يعني هل بيوفروا لكم مثلا معامل، بيوفروا لكم الماده العلميه، بيوفروا لكم يعني مساعدات ماديه؟ ايه اللي بيوفروه؟ الاساسي ان احنا بناخد تصاريح من الجامعه مثلا علشان اخد مدرجات اشرح فيها. أوكي. الشرح نفسه انا لو بيبقى عندنا مصادر بنحضر منها الشرح، بس لو احتاجنا مثلا مساعده من دكاتره او حاجه احنا مش فاهمينها او كده بيشرحوا لنا. واحيانا بنستدعيهم بنفسهم ان هم يقدموا لنا شرح جوه السيشنز بتاعتنا. يعني انتوا بتعملوا محاضرات للطلبه؟ محاضرات اسبوعيه. تمام. كل ورشه. كل الجامعات ولا بس جامعه عين شمس؟ احنا مقرنا في جامعه عين شمس. الشرح بتاعنا بيكون في جامعه عين شمس، بس بنستقبل ناس من كل الجامعات الحكوميه او الخاصه. معظم المشاركين معانا بيكونوا من كليه الصيدله، بس بيجي لنا ناس من كليه العلوم بايوتكنولوجي مثلا، علشان خاطر برضو مجالهم ليه علاقه بالشرح اللي احنا بنقوله في التكنولوجيا الحيويه. منا ايه اللي ممكن يعني طالب بيروح يحضر الورشه دي، ايه اللي ممكن يخليكم تقولوا له لا انت مش هتنفع؟ يعني هل ممكن يجي ناس عايزه تحضر الورشه تقول لهم لا انتم ما ينفعش تحضروا الورشه دي ولا لا؟ يعني هي الفكره كلها ان انا ببقى مثلا عايزه حد يبقى مواظب معايا مثلا في الشرح اول باول، اللي هو طيب انت مناسب معاك الميعاد اللي هو يعني احنا عامه الشرح عندنا بيبقى كل يوم جمعه، مناسب معاك يوم الجمعه. فهي دي بس فكره عامه. بس او يعني كمان بقى فكره كمان ان انا بحس يعني ان هو عايز يتعلم. هل فكره انه متفوق دراسيا، هل فكره انه لايق عليه انه يكون بيشتغل في المكان ده، بيفهم اكتر في الحته دي، الحاجات دي مش وارده؟ لا احنا عامه يعني بنستقبل يعني ال5 سنين من اي يعني من ليفل 1 لليفل 5. الفكره كلها ان احنا يعني كمان بنساعدهم، فهو يعني الفكره كلها يعني حته متفوق دراسيا او لا، لا حته ان هو عايز يتعلم اكتر، او ان هو حابب الورشه عندي، فهو يعني كمان هيجي منه بعد كده يعني كمان في الشغل بشكل اكبر، وهيستفيد فعلا بجد بشكل اكبر. عمار انت اشتركت في الناحيتين، يعني اشتركت في الناحيه التنظيميه واشتركت في الناحيه العلمية انك تتعلم. انبسطت في انه اكتر؟ يعني حسيت بنفسك في انه اكتر؟ هو كل حاجه ليها ميزه الصراحه. يعني مثلا في الموارد البشريه وكده كنت براقب الناس، مش براقب الناس بس على الاقل بشوف شغلهم. انت بتشتغل في الموارد البشريه بالظبط. فانا بتعلم منهم، باخد منهم اللي بيعملوه كده، وبتعلم اللي هم بيعملوا ايه بالظبط، سواء اللي هم بيتكلموا مع بعض او في الشغل ذات نفسه، وكمان المحاضرات.
بس بعد كده قلت لا خلاص انا عايز اتعلم الحاجات اللي هم بيعملوها بالظبط. فبالفعل اول ما دخلت قلت لا خلاص هم اللي فاتوا مثلا عملوا اخطاء كذا وانا كنت شايفهم كاتش ار، فاول ما دخلت لا خلاص عرفت الاخطاء دي بتتعمل ازاي او ازاي نصلحها وازاي اعمل الصح. فالموضوع بيكون كويس سواء علميا او سواء اللي هو على الناحيه الشخصيه. بس كده. طيب احنا معانا صور، دي صور ايه بقى؟ حد يشرح لي ده ايه الصور دي؟ ده احنا في المعامل بنشتغل التجارب عمليه بايدينا. والصوره اللي قبل دي كنا في جامعه الازهر، رحنا عملنا شغل هناك. دي لا اللي كانت قبلها. اللي قبلها دي احنا في جامعه عين شمس. الطلبه كانوا بعد ما شافوا الاجهزه في المصنع اللي بتصنع الادويه عملوا ماكات ليها بنفسهم. حلو قوي. انتوا بتروحوا جامعه الازهر؟ رحنا يعني جامعه الازهر عملنا بروجكت هناك. كان ليه علاقه بان هم بيطبقوا اخر خطوه في التصنيع الدوائي، اللي هي ان نتاكد بقى ان الدواء طالع مظبوط وكده. فمن الناحيه الميكروبيولوجيه ان حللوا الادويه وكده. ده في مركز خاص. رحنا حضرنا جزيئات نانويه علشان خاطر دي من اكتر الحاجات اللي هي يعني اب تو ديت او جديده في مجال التصنيع الدوائي. اسمها ايه يا مايا؟ الجزيئات النانويه. نانو نانو بارتكلز. اوكي طبعا مش هفهم اي حاجه. اوكي. مشاركين معانا حضروا الحاجات كلها بايديهم واخدوا شهادات من المركز ده. هاي. بتحتاجوا ايه من الجامعه توفره لكم عشان تعملوا النشاط ده؟ يعني هل هي بس القاعات ولا بتبقوا محتاجين حاجات ماديه ولا؟ هو الاساسي هنكمل الصور بس بعد ما تجاوبي لي على السؤال ده. الاساسي بنكون محتاجين تصاريح. لان اي مكان ببقى عايزه اروحه بالمشاركين بتوعي بيطلب تصريح. طب انتوا ايه؟ انتوا مين؟ احنا تبع جامعه عين شمس. طب اثبتوا ان انتوا تبع جامعه عين شمس. فدايما اكتر حاجه بتواجهنا فيها مشكله هي التصاريح. ان مثلا تصريح ممكن يطلع متاخر او كده. واحنا زي ما منى ما قالت بنبقى محددين بخريطه زمنيه للشغل بتاعنا. وكل حاجه ليها ميعاد. فتاخير التصاريح ده بيعمل لنا اكبر مشكله، بس يعني الجامعه بيساعدونا على قد ما يقدروا. طب انتوا ليه رحتوا معامل في جامعه مختلفه؟ يعني ليه رحتوا جامعه الازهر مثلا؟ ما كانش وقتها في معامل متوفره عندنا في الجامعه. فبنشوف طيب فين معامل تانية فاضيه ممكن نروح فيها او كده. فحسب المكان يعني. تمام. طيب احنا عندنا تقرير هنشوفه مع بعض وبأكد تاني أو بركز على فكرة إنه النشاط الطلابي من أهم الحاجات اللي بتدعم الطالب أو الخريج إنه يعرف يلاقي شغل بشكل مناسب ليه بعد ما يتخرج. تعالوا نشوف مع بعض التقرير وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع طلبة كلية صيدلة جامعة عين شمس. مرة تانية رجعنا مع حضراتكم وانضم لنا في الفاصل نادين حامد الجوهري، طالبة في سنة رابعة صيدلة عين شمس. أهلا بيك يا نادين. وندى عماد حمد الله، طالبة في سنة تانية صيدلة القاهرة. أهلا وسهلا. أهلا وحضرتك. طيب خلوني أسألكم يا بنات، يعني أو الدكاترة بقى، انتوا دلوقتي كلكم انتوا دكاترة خلاص آخر سنين يعني. نادين قولي لي ازاي يعني انت واحده من المنظمين في المجموعه دي او ورشه التصنيع الدوائي. انتوا بتتعاملوا ازاي مع الطلبه وهم زمايلكم في الاخر؟ يعني انتوا كلكم طلبه، بتتعاملوا ازاي مع الطلبه اللي جايين ياخدوا الورش دي؟ بتتعاملوا على انكم بقى يعني انتوا اللي بتعلموهم وكده ولا اصحاب، ولا بتتعاملوا ازاي؟ لا هو كان في الاول وفي الاخر احنا اول كلمه قلناها ليهم احنا اصحاب قبل اي شيء، واحنا غرضنا ان هم يستفيدوا وان احنا كمان نستفيد. احنا هم قدروا يفصلوا فعلا بين ان وقت الشرح احنا عايزين ناخد المحتوى العلمي وبين ان احنا لا احنا وقت دلوقتي الهزار، احنا ممكن نضحك ونهزر عادي ونخرج حتى، وبعد ما نخلص الجزء العملي اللي احنا شرحناه والجزء اللي اشتغلناه بايدينا
لو عايزين نخرج تمام، لو عايزين نقعد مع بعض. هم بنفسهم قدروا يفصلوا بين امتى يعاملونا كده وامتى كده، واحنا معاهم بنتعامل بشكل فريندلي جدا، لان احنا فعلا اصحابهم يعني. في منهم زمايلنا في جامعتنا وفي جامعات اخرى. وانا كنت مكانهم قبل كده يعني. انا كنت مشاركه قبل كده. انت كنت واحده من المشاركين، دلوقتي انت واحده من المنظمين. تمام. ندى، انت مشاركه في الورشه دي بالظبط. ليه اخترتيها؟ انا دلوقتي سنه تانية، فانا قدامي 5 سنين عبال ما اخلص الكليه، فكنت عايزه في كل سنه ادخل ورشه مختلفه، بحيث ان انا عبال ما اخلص ال5 سنين ابقى عارفه ال5 مجالات اللي كل ورشه بتقدمهم. فابقى محدده بالظبط انا هشتغل في ايه، ابقى عرفت عن كل ورشه حاجه معينه او عن كل مجال. انت كنتي عارفه عن سكوبس قبل ما تدخلي الجامعه؟ عرفتها اول ما دخلت في سنه اولى من الناس زمايلنا برضو كانوا اكبر مننا وفيها. دخلت وانا في سنه اولى ورشه اللي هي التحاليل والسموم. عرفت بنعمل ايه، وكنا بننزل معامل عملي وبنشتغل ازاي وكده. بعدين قلت في سنه تانية خلاص انا هشوف ورشه جديده بحيث ان ابقى عارفه عن كل مجال، فاخترت التصنيع الدوائي. بس يعني على مدار ال5 سنين بفكر في كل سنه يبقى ليها ورشه معينه. بس ازاي بيتم اختيار يعني النهارده انت مريم انت مسؤوله عن ورشه كذا بالظبط، ازاي بيتم اختيار المسؤولين عن الورش دي؟ يعني انتوا كلكم طلبه في بعض، مين اللي بيختاركم؟ كل حد شايف في نفسه ان هو حابب يكون منظم السنه الجايه. مثلا بيبدا يقعد في الصيف يحضر خريطه زمنيه وخريطه محتوى للحاجه اللي هو عايز يقدمها للطلبه السنه الجايه، وبعدين بيبتدي يناقشها مع المنظمين بتوع السنه اللي قبلها. وهو ده اللي بيحصل، وهو ده اللي بيخليهم يعني يختاروا الناس عن طريق ده. بجانب الجناح التنظيمي في سكوبس بيكون في ناس برضو من اللي بيشاركوا في اختيار الطلبه اللي هتكون منظمين بعد كده. يعني عايزه اقول ايه، انتوا مجموعه بتسلم مجموعه، يعني انت السنه دي هيبقى مطلوب منك انك تراجعي مين او تشوفي الابحاث اللي او الخطط اللي مقدمينها الناس اللي عايزين يمسكوا السنه الجايه. بالظبط، صح كده؟ بالظبط. هي سكوبس بقى لها قد ايه؟ 14 سنه. السنه دي 14 السنه ال 14. ياه. اي يعني دي حاجه بقى لها فتره طويله، بقى لها كتير. طيب نادين، احنا في الفاصل قلتي لي انا عايزه اقول حاجه على جامعه الازهر. انا عايزه اتكلم بشكل عام. انتوا رحتوا جامعه الازهر عشان تعملوا شغل عملي شغل هناك. طبعا كان تحت اشراف شيخ الازهر وتحت اشراف رئيس الجامعه الدكتور محمد حسن، ونائب المركز دكتور ايمن فراج. ساعدونا جدا ان احنا نوري للطلبه الشغل اللي هيشتغلوه بايديهم. احنا كنا قبل كده بنشتغل نفس الشغل ده بس بطريقه تانية. طبعا كل المجالات اللي بتشتغل بالايد ممكن تشتغليها في بكذا طريقه يعني. احنا كنا اشتغلناها السنه اللي فاتت لما كنت مشاركه بطريقه ما في عين شمس. حبينا نغير ده، نعمل حاجه ادفانسد شويه، صعبه شويه مثلا او جديده متقدمه شويه. بصراحه دكتور ايمن كان متعاون جدا معانا، ساعدنا على ده. وكنا احنا حريصين، احنا حابين نشكره طبعا، واحنا كنا حريصين ان هم ما يبقاش وجودهم في عين شمس بس، لا ان هم يبقوا في عين شمس في الازهر. زي ما مريم قالت رحنا النانو، نعمل النانو بارتكلز في مكان كان اسمه نواه، عشان يعرفوا ان في اماكن جديده يقدروا يتعاملوا الطلبه مع اماكن جديده. دكتور عمر شكري طبعا نشكره. ما يبقوش مقتصرين على ان الشغل في الجامعه بس، لا انت ممكن تتعامل مع ناس جديده. وطبعا ما يبقوش واخدين الحاجه علميه بس زي الجامعه، لا انت هتشتغل بايدك وتشوف وتغلط وتجرب. فاحنا كنا حريصين ان احنا ننوع الاماكن وننوع الدكاتره وننوع الشغل اللي هم يشتغلوه. دي كانت اول مره يشتغلوا فعلا زي ما مريم قالت المايكرو والنانو بالطريقه دي. النانو اول مره خالص، والمايكرو دي اول مره بالطريقه دي في الجامعه يعني. هل بيحصل مثلا انه يبقى عندكم خطه معينه مثلا فتتلخبط لانه مش لاقيين معامل، مش لاقيين قاعات محاضرات، مش بيحصل ده معاكم ولا؟ هي حصلت كذا مره فعلا. طب بتعملوا ايه بقى، بتتصرفوا ازاي؟ هو احنا طبعا احنا الاربعه عشان احنا كنا اصحاب من السنه اللي فاتت او متفاهمين بنسبه كبيره. كنا الاربعه اللي هم المنظمين اللي هي مريم ومريم ومنى ومريم خالد، بس هي ما جاتش عشان عندها امتحان للاسف. وانت وانا بنتفق مع بعض هنعمل ايه، بنقسم الدنيا علينا. يعني اما مثلا ان احنا نشوف قاعه تانية، بيبقى 2 بيشوفوا قاعه و2 بيقعدوا مع الطلبه يفهموهم الموضوع ويتقبلوا الموضوع. يعني مره طلبنا لهم اكل وكده، قلنا لهم خلاص كلوا لغايه ما نخلص القاعه مثلا. مره طلعنا خدنا في قاعه المؤتمرات، دار الضيافه سوري،
يعني بنحاول ان احنا ننظم الدنيا بحيث ياخدوا المحتوى وما يبقوش اتظلموا بسبب مشكله حصلت او حاجه يعني. ندى، انت استفدتي ايه انت شخصيا من انك حضرتي السنه اللي فاتت وحضرتي السنه دي حاجه مختلفه؟ ايه اللي حسيتي روحك استفدتيه من المرتين دول؟ عرفت المجال ده شغله ايه. انا لما اخلص لو انا حابه المجال ده انا هشتغل ايه بالظبط. يعني التحاليل والسموم ده مش شركات ادويه بس، شركات اغذيه ومشروبات. بنشوف المنتج نفسه، الاكل او العصير اللي طلع ده كويس ولا لا. التصنيع الدوائي ده انا بشوف بقى مراحل تصنيع الدواء كلها، ببدا بايه من اول الماده الخام لحد ما بيطلع منتج للناس. فانا شفت انا نفسي. انت من ضمن التخصصات انكم بتكشفوا على الاكل، الاغذيه والحاجات دي بالظبط. فانا شفت انا نفسي انا حابه اكون اشتغل ايه احسن حاجه. هشتغل مثلا في التحاليل ولا هشتغل في التصنيع الدوائي؟ فبحيث ان انا عبال ما اخلص ال5 سنين ما بضيعش وقت ان انا لسه هعرف المجال ده بيتكلم على ايه. لا، انا اوريدي خلاص انا عارفه ومخططه ان انا هتخصص في المجال ده. فده بيسهل وقت كتير جدا بحيث ان انا ما اخلص ما اضيعش وقت ان انا لسه هقعد اعرف. طيب مريم، القياده، فكره القياده او الليدرشيب دي بتبقى محتاجه مواصفات معينه موجوده في الشخص، وهو يبقى حاسس نفسه انه مؤهل انه يقود مجموعه، ودي مش حاجه سهله. لما انت قدمتي كان ايه اللي خلاكي، او ايه المواصفات اللي كنت شايفاها في نفسك انه انا اقدر اكون قائده للمجموعه دي؟ انا كان كل اصحابي بيقولوا لي ان انا جاوبي صح على السؤال ده، لان ساعات ناس تتكسف واصل انا مش عارفه، مش هتكلم عن نفسي والحاجات. لا انا عايزه اعرف انت شفتي في نفسك ايه مؤهلات عشان تبقي قائده دي. صحابي كانوا بيشجعوني جدا انه انت بتعرفي تقفي وتتكلمي قدام ناس. كانوا بيشجعوني جدا ان انا بعرف اوصل محتوى علمي حتى لو كان صعب. بقعد اشرح لاصحابي في الجامعه وكده، فهم ده خلاهم يشوفوا ان انا انفع اكون حد يمسك ورشه يعني من الورش في سكوبس. بجانب ده انا يعني كنت حابه ان انا زي ارد جزء من الجميل اللي اخدته في المكان ده. يعني انا دي رابع سنه ليا في سكوبس. انا دخلت سكوبس 3 سنين. ال3 سنين اللي فاتوا كنت مشاركه زي ندى كده بالظبط، وكل سنه كنت بتعلم في ورشه جديده، بتعلم حاجه جديده، وكانوا المنظمين بالنسبه لي مثل اعلى. وكنت بقعد افكر يا ترى انا في يوم من الايام هعرف اقف مكانهم وهعرف اوصل اللي هم بيوصلوه. فالحمد لله يعني لما جات لي الفرصه في اخر سنه قلت لا، يعني انا ما دام اقدر امسك المكان ده يعني همسكه علشان اوفي حق المكان، وعلشان اعلم طلبه تانيين يوفوا حق المكان من بعدي. كان في تشجيع بقى، يعني اصحابك قلتي لي اصحابك البيت اخبارهم ايه؟ البيت كانوا يعني شجعوكي في البيت؟ بيشجعوني بيقولوا لي ايه ده ماشي حلو بس المهم تذاكري. بصي انا ليه بسال السؤال ده؟ لانه احيانا الاهل بيبقى عندهم اعتقاد انه لا، المذاكره بقى والدراسه وانت كده هتخسري وقت وهتضيعي وقت والكلام ده كله. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو المذاكره في الكليه عندنا يعني من النوع التقيل. طب فالواحد لما بيكون عنده مجال ان هو يرفه عن نفسه بحاجه، او حتى لو هذاكر بس هذاكر حاجه مش همتحن فيها، ده يعني بيفك كتير عن الواحد وبيخليه لما يجي يذاكر بنفس. فانا يعني دايما درجاتي في السنين اللي كنت ببقى مشاركه فيها في سكوبس بتكون اعلى من السنه اللي ما دخلتش فيها سكوبس، من كتر ما كان يعني في السنه اللي ما دخلتش فيها سكوبس دي كان الواحد مضغوط جدا ومفيش حاجه يرفه بيها عن نفسه. فوجودنا في مجموعه مع بعض اصحاب بنهزر، وقت الجد جد بس وقت الهزار هنهزر وهننبسط وهنرفه عن نفسنا، ناس بتسال على بعض وبتشارك بعض في الحاجات الحلوه، وحتى لو مثلا خارجين من امتحان كلنا حالين وحش يعني بنخفف عن بعض بالظبط. فوجود السبورت ده او الدعم النفسي ده مهم جدا يعني لكل الطلبه في اي ستودنت اكتيفيتي او نشاط طلابي، حتى مش بس سكوبس يعني، بس عشان خاطر يكون في ناس بتشاركهم اللي هم فيه وتدعمهم نفسيا. طيب خليني انقل السؤال لنادين. ايه يا نادين اللي انت استفدتيه شخصيا من وجودك كمنظمه في سكوبس؟ كمنظمه انا عرفت نفسي اكتر، وعرفت انا ممكن اعمل ايه يعني ممكن اعمل ايه اكتر من كده ما كنتش متخيله ان اعرف اعمله. يعني انا لقيت يعني ده كلام الناس اللي حواليا ان هم بيقولوا ان انا فيا روح وان انا بعرف ادي روح للمكان.
انا كنت في اول سنه خالص كنت في اناليسيس برضو اللي هي التحليل والسموم. انا كنت هاديه جدا جدا، ما كنت بخاف اطلع اقف اكلم حد، كنت باخد الحاجه اللي المفروض اعملها واعملها واسلمها من سكات، يعني كنت هاديه جدا. لما دخلت السنه اللي فاتت وادوني جزء، يعني قالوا لي كانهم بالظبط بيقولوا لي اعرفي نفسك، وحطوني على التراك، لقيت نفسي بعرف اعمل حاجات ما كنتش متخيله ان انا اعرفها. والسنه اللي فاتت لما المودريتور اللي كانوا عليا او المنظمين اللي كانوا عليا لقيتهم واثقين فيا وشايفين فيا حاجه، ايه ده، يعني انا فيا ده كله فعلا، عرفت نفسي فعلا اكتر، وعرفت ايه انا ممكن احسنه في نفسي، وايه ممكن اشيله، وايه ممكن انميه. من الاخر عرفت نفسي اكتر، وعرفت انا عايزه اشتغل في ايه. بعد ما كنت متجهه في مكان وبقول انا هفضل فيه، كنت هفضل في ورشه معينه ال5 سنين، كنت عايزه افضل فيها ال5 سنين عشان لما اخرج انا هشتغل في دي خلاص. هو ده انت مقرره ان هو ده المجال، هو ده اللي انا عايزاه، فعايزه تتدربي يعني عليه. بالظبط. انا حتى من ثانوي كنت بقول انا هدخل صيدله علشان اطلع كذا خلاص. ايه بقى الكذا اللي هي كانت؟ كنت عايزه ابقى في معامل التحاليل بتاعه الصيدله يعني. أوكي. احلل الدواء بقى وشغل التحليل وكده يعني. بس انا اكتشفت ان انا بمجال الابحاث والكتابه وتصنيع الدواء دلوقتي بقى واخد مجال تاني، ان انا اصنع الدواء الاول على الكمبيوتر وبعدين اجربه على الانسان. انا اكتشفت ان انا بحب الموضوع ده وبحب مجال البحث والقرايه فيه اكتر من الحاجه التانية. عشان كده لما جات لي فرصه ان انا اقدم، ده عرفتيه من سكوبس بالظبط. عرفته لما دخلت السنه اللي فاتت في التصنيع الدوائي كمشاركه، ودلوقتي لما بقيت منظمه وباخد الشغل اللي المشاركين معايا بيعملوه واقراه واشوفه واديه لدكاتره يقيموه ويقولوا لي ده حلو جدا انتوا شرحتوا لهم ده بجد. لا، عرفت ان احنا عملنا حاجه فاليبل، والحاجه دي انا حبيتها فعلا. تمام. ندى، انت عايزه تبقي منظمه بقى السنين الجايه ان شاء الله؟ يعني انا شايفاهم هم قدوه ليا، او عايزه ابقى زيهم. زي ما انا اتعلمت منهم عايزه اعلم الناس اللي هتيجي بعدنا. انا لما كنت داخله في الاول كنت يمكن زي ما نادين قالت كنت هاديه، ما بتكلمش حد، بعمل كل حاجه مطلوبه مني وبسلمها وخلاص. لا انتوا كلكم الحقيقه يعني ما شاء الله بربنت يعني كلكم بتتكلموا كويس قوي. فلقيت لا، هم كانوا بيشجعوني اتكلمي، شجعي الناس ان هي تتكلم. فبعد كده بقيت بفكر ان انا بشوفهم هم بيعملوا ايه علشان اعمل كده زيهم السنه الجايه وابقى زيهم. قررتي انت عايزه تدخلي او تشتغلي في انه مجال؟ لحد دلوقتي لسه، لاني لسه بفكر اني اجرب. قدامك لسه قدامي كذا سنه، فبفكر اني ما احكمش من دلوقتي، اجرب كل المجالات بحيث ان اشوف انا لقيت نفسي فين اكتر، او انا حابه انهي مجال اكتر. بس لحد دلوقتي لو هقارن ما بين المجالين اللي انا سواء التحاليل او التصنيع الدوائي، فانا حابه التصنيع الدوائي عن التحاليل. انت يا مريم ايه المجال اللي انت يعني انت عديتي بقى في كل المجالات؟ عديت في معظمهم. ايه الحاجه اللي انت حاسه انك حباها؟ اكتر حاجه حباها حاسه التصنيع الدوائي برضه، من الشغل في المصانع وكده. يعني دي حاجه جميله جدا، والتاكد من جوده الدواء اللي طالع قبل ما يطلع من الشركه. وفي يعني كذا حاجه في شغل المصنع، يعني في شغل الانتاج، في شغل البحث والتطوير، شغل مراقبه الجوده، شغل تاكيد الجوده. يعني كل دي مجالات في المصنع، فانا لسه ما حددتش انهي يعني مجال محدد فيهم، بس حابه شغل المصانع عامه يعني. طيب خليني يعني واحنا بنختم حلقتنا خليني اقول انه عايزه من كل واحده فيكم تقول يعني جمله كده لزمايلها او للطلبه اللي في سنكم عموما في الجامعه عن اهميه انه يشارك في نشاط طلابي. يعني ايه اللي بيفرق في شخصيه الانسان لما يشارك، او الطالب لما يشارك او ما يشاركش؟ خليني ابتدي بالعكس. ندى. بتفرق كتير جدا طبعا في المهارات، ان هو بيكتسب مهارات التعامل مع الناس، ما بيبقاش حد خجول مش بيتكلم مع حد، لا هو بيعرف يتعامل، بيتحط تحت ضغط، بيعرف يخلص شغل في وقت صغير جدا، بيبقى عارف مجالات الكليه بتاعته ايه هي. فبعد ما بيتخرج ما بيضيعش وقته انه لسه هيعرف كل مجال بيتكلم عن ايه. هو لا، هو عارف هو هيخش ايه، انهي مجال بالظبط، هيكمل في انهي مجال، فده ما بيضيعش وقت من عمره كتير جدا. الناس اللي خايفه، انا كان في ناس بتقول لي احنا خايفين ان هي تاثر على المذاكره واكيد هتضيع وقت واحنا بننزل يوم الجمعه وده اجازتنا. لا، هي مش بتاثر لو انت محدد انت عايز تعمل ايه، محدد ان انا مثلا الساعه دي انا هذاكر فيها، خلاص يبقى مش هعمل حاجه غير ان انا هذاكر الساعه دي لسكوبس، فانا هشوف سكوبس ايه اللي مطلوب مني اعمله. فان انت تقسم وقتك ما بين انك عايز تذاكر وانك عايز
تاخد حاجه تفك شويه من مود المذاكره وبيتعلم حاجه جديده وبينزل اماكن عملي، فكل ده بيخليه يفصل شويه من مود المذاكره، ولما بيرجع يذاكر زي ما مريم قالت بيرجع يبدا وهو فريش وحابب ان هو يذاكر. نشاط اكتر. نادين، في حد كان قال لي جمله كده في اول سنه دخلت فيها، قال لي تضييع الوقت مش هو انك تنزل يوم الجمعه، تضييع الوقت هو الوقت اللي مش بتعمل فيه ولا سكوبس ولا مذاكره. فسكوبس فعلا مش بتيجي على المذاكره، هي فعلا بتديك باشن، اللي هو بتقول لنفسك اليوم 24 ساعه انا خلاص انا ضيعت منه كذا، انا هقعد دلوقتي على ده يعني. اخر حاجه بقى الناس، اكتر مكسب انا طلعت بيه بعد الساينتفك والحاجه العلميه وكده الناس. تمام. مريم، عايزه اقول بس لكل الطلبه يعني من اخر سنه انا بقول لكم شاركوا في كل حاجه ممكن تعملوها، لان اللي هتتعلموه دلوقتي مش هتعرفوا ان انتوا تعوضوه بعدين. يعني الواحد عشان ياخد كورس يتعلم فيه اي حاجه من اللي احنا بنتعلمها دي بيتكلف وقت ومجهود وفلوس وحاجات كتير جدا، بس انتوا لما تعملوا ده في نشاطات طلابيه عندك فرصه انك تغلط وتتعلم من غير ما تتحاسب جامد يعني، فدي احسن حاجه في سكوب. انا بشكركم جدا، شرفتونا النهارده. بشكر طلبه كليه صيدله جامعه عين شمس مجموعه سكوبس كانوا معانا النهارده في حلقتنا، وقابلكم ان شاء الله في حلقه جديده والبدايه. شكرا والى اللقاء.